عرفنا أن منصف بقرار هو خليفة تكويري. تبقى حاجة في المنتخب الوطني هو قبال والحاج موسى ومازا. لازم هذا الثلاثي يكون أساسي في المنتخب الوطني الجزائري. حان الوقت ليكونوا هؤلاء الثلاثة مع منصف بقرار وعمورة في خط هجوم المنتخب الوطني الجزائري. إن شاء الله سيؤدون كل ما عليهم إذا أعطى لهم بيتكوفيتش الفرصة. حان الوقت. قبل حقيقة هذا اللاعب حقيقة أصبحنا لا نعلم لماذا لا يشارك أساسي مع المنتخب الوطني الجزائري، وهو أحسن لاعب في الدوري الفرنسي حاليا بالأرقام بكل شيء. يستاهل قبل أن يشارك أساسي في المنتخب الوطني الجزائري. وحاج موسى أيضا، ماذا يفعل الحاج موسى أكثر من هذا ليشارك أساسي في المنتخب الوطني الجزائري؟ وكذلك مازا موهبة كبيرة وكبيرة جدا. هو الآن يجي عوار أيضا متعلق في الاتحاد السعودي، ولكن عوار خذا الفرصة تاعو من المنتخب الوطني ولم نرى شيئا. إذا حان وقت مازا لنجربه لكي يلعب أساسي كرقم 10 مع المنتخب الوطني. هو وعمورة على الجهة اليمنى والحاج موسى وقبال على الجهة اليسرى ومنصف بقرار كرأس حربة. المنتخب الوطني سيتطور كثيرا بهذا الخماسي. نتمنى من بيتكوفيتش أن يعطي لهؤلاء الصغار الفرصة. حان الوقت حقيقة عدنا نحشموا منهم. مثلا الشيخ هذاك الدنمارك عيطت. الدنمارك حاولوها على الدنمارك بيبدل الجنسية تاعو ويلعب في الدنمارك. يجي الجزائر 3 4 ماتشات قاعد في المدرجات ما دخلش، لعب غير 3 ولا 4 دقائق. حقيقة حرام وعيب، عيب نديروا له كيما الشيخ. يتمنى لو كان قادر يروح يلعب في الدنمارك حاليا يروح يلعب ويتهنى مسكين، والله عيب. في الأخير نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري وهذا المدرب. أظن بأننا نضيع الوقت مع بيتكوفيتش، نضيع في وقت كبير مع بيتكوفيتش. الجزائر بهؤلاء اللاعبين الشبان تلعب كيما باريس سان جيرمان، وقادر دير كيما قال دير باريس سان جيرمان بدون مهاجم. لاعبين رائعين عندنا نواه لاعبين في المستوى العالي، مستوى عالمي، لاعبين شبان صغار. كل الفرق العالمية تتمنى أن يكون لديهم لاعبين مثل مازا، قبال، حاج موسى، مالك بن حطاب، كون يجيبوا لاعبين كبار. لماذا لا يلعبون في المنتخب الوطني؟ لا ندري. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني حتى